خورخي جيسوس يدغدغ مشاعر الهلاليين لهذه الأسباب، لكن قبل أن نبدأ بالتفاصيل فضلا لا تنسى ترك إعجابك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. بعد انتصار الهلال على الحزم ب3 أهداف مقابل لا شيء والتأهل إلى ربع النهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، خرج المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس في المؤتمر الصحفي بتصريح جديد قال فيه على الهلاليين أن يكونوا فخورون بوجود عدد كبير من اللاعبين في المنتخب السعودي. غادرت الهلال في 2018 وعدت وهو الأول أيضا. خيسوس يعيش حاليا أفضل فتراته مع الهلال رغم بداية الموسم السيئة، وخاصة أن المدرب البرتغالي يعمل على تقوية علاقته مع الجمهور الزعيم، مما يجعل التصريحات من هذا النوع تحفر المحبة والمشاعر الجيدة بينه وبين الهلاليين. وكذلك شاهدنا في المباريات الأخيرة هتاف الجماهير له، الأمر الذي سيفيد مصلحة الفريق في النهاية. والهلال يتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثية ضد الحزم. حسم فريق الهلال السعودي تأهله إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه ب3 أهداف دون رد على ضيفه الحزم في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين باستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023-2024. وافتتح روبن نيفيز أهداف الهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 52، وأضاف النجم ألكسندر ميتروفيتش الهدفين التاليين في الدقيقتين 79 و83 من ضربة جزاء. وتأهل فريق الهلال السعودي إلى دور 8 النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه على نظيره جبلين المنافس في دور الدرجة الأولى بهدف نظيف باستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد ضمن منافسات دور 32 من البطولة. وحسم فريق الهلال خلال مباراته أمام الحزم تأهله إلى منافسات دور ربع النهائي من أجل مواصلة المنافسة على البطولة.